تخيل كده انت كأب بيجيلك فرمان رباني بانك لازم تذبح ابنك، او تخيل كده انت كشاب زي الورد تصحى تلاقي ابوك بيقول لك يا ابني انا جاي لي تعليمات وجبه التنفيذ باني لازم اذبحك. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ابراهيم علام في اصل الحكايه. في البدايه كده يا ريت نصلي على النبي ونتاكد ان احنا عاملين لايك واشتراك ونفعل زر الجرس علشان يوصلنا كل جديد. بص كمل القصه للاخر لان قصتنا النهارده واحده من اغرب القصص اللي ممكن تسمعها، وهي قصه سيدنا ابراهيم عليه السلام وذبحه لابنه اسماعيل، وليه احنا كمسلمين بنذبح كل سنه في عيد الاضحى، وليه برضه الحجاج بيرموا السبع جمرات، وايه قصه الجمرات دي. بعد ما سيدنا ابراهيم عليه السلام اتجوز ست اسمها ساره، الست دي فضل متجوزها لسنوات معدوده ولكنها في البدايه ما كانتش بتخلف. المهم بعد فتره السيده ساره يئست لانها كانت نفسها تخلف زيها زي اي ست، فقررت تقدم الخادمه اللي كانت بتخدمها لسيدنا ابراهيم علشان يتجوزها. الخادمه دي بقى وهي السيده هاجر، وبالفعل وبعد فتره السيده هاجر خلفت لسيدنا ابراهيم اسماعيل عليه السلام. وقتها سيدنا ابراهيم كان سعيد ومبسوط بيه. المهم وبعد فتره سيدنا ابراهيم قلبه اتعلق بالطفل ده جدا، ده غير انه علمه ورباه على الاخلاق الحميده والحسنه. لذلك لما كبر سيدنا اسماعيل بقى شاب بار بوالديه. وفي يوم من الايام تحصل الصدمه والكارثه، وهو ان سيدنا ابراهيم وهو نايم راى في المنام انه بيذبح ابنه اسماعيل الوحيد. انت متخيل سيدنا ابراهيم بيحلم انه بيذبح ابنه الوحيد اسماعيل؟ يبقى اكيد في كارثه هتحصل. سيدنا ابراهيم صحي من النوم قلقان وخايف، ففضل يصلي ويدعي ربنا. المهم رجع ونام تاني، ولكن الحلم ده اتكرر معاه تاني، ده لانه شاف نفس الحلم هو انه بيذبح ابنه اسماعيل تاني. هنا اتاكد سيدنا ابراهيم ان دي رؤيه، وان ربنا فعلا بيامره انه يذبح ابنه الوحيد سيدنا اسماعيل. وطبعا رؤيه الانبياء حق، يبقى لازم ده يحصل. الموضوع ده يعتبر اكبر بلاء واختبار من ربنا لسيدنا ابراهيم عليه السلام. المهم سيدنا ابراهيم وقتها ما ترددش ولو لحظه انه يذبح ابنه وينفذ تعليمات ربنا. بدأ سيدنا ابراهيم يفكر هيعمل ايه وازاي يعرف الخبر ده لابنه وزوجته هاجر. سيدنا ابراهيم بيفكر طب يذبح ابنه وهو نايم ومش واخد باله، ولا يعرفه الحقيقه؟ طب سيدنا اسماعيل لما يعرف الخبر زي ده هل هيرفض وهيهرب مثلا، ولا هيرضى بامر ربنا ويوافق على اللي هيحصل فيه؟ المهم سيدنا ابراهيم قرر يعرف ابنه بالحلم اللي حلم بيه، لان بصراحه كده سيدنا ابراهيم ما جالوش قلب انه يعمل في ابنه كده. اسمع بقى الجمال ده. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فنزل الكلام ده على سيدنا اسماعيل كالصاعقه، لانه عارف كويس ان ابوه ابراهيم نبي، وواثق جدا ان رؤيا الانبياء حق، وان مفيش مفر من تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى. اسمع بقى جمال رد سيدنا اسماعيل على ابيه ابراهيم. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بعدها على طول سيدنا ابراهيم خد ابنه اسماعيل وراح بيه لمكان فاضي في الصحراء بعيد عن امه هاجر وعن عيون الناس، لحد لما وقف عند صخره كبيره علشان ينفذ عليها امر الله سبحانه وتعالى. حضن سيدنا ابراهيم ابنه اسماعيل علشان يودعه. وقتها سيدنا اسماعيل قال لابيه يا ابي اعقد لي يدي واعقد ربطهما حتى لا اضطرب من حلاوه الروح، كفف عني ثيابك حتى لا يصيبك دمي ويلوث رداءك. فخدوا سيدنا ابراهيم علشان يحطه على الصخره وينفذ امر ربنا، فنيمه على بطنه علشان يذبحه من الخلف علشان خاطر ما يبصش لعينيه وقلبه يلين ويضعف ويتراجع عن امر ربنا. بعدها اتشهد سيدنا ابراهيم علشان ينفذ امر ربنا، ولسه بيمسك السكينه علشان يذبح ابنه حصلت المعجزه، وربك يغير كل شيء. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. بعدها سيدنا ابراهيم رمى السكينه على الارض وبيبص للسماء، لقى سيدنا جبريل نازل من السماء ومعاه كبش، والكبش ده ابيض ثمين فداء ومكافاه من الله سبحانه وتعالى لسيدنا ابراهيم. وقتها بقى سيدنا ابراهيم خد الكبش وذبحه مكان ابنه اسماعيل، وبعد ما خلص الكبش خده وراح بيه على السيده هاجر علشان يوزعه على الفقراء والمساكين. وفي اقوال وروايات بتقول ان سيدنا ابراهيم خد قرن الكبش ده واحتفظ بيه وحطه جوه الكعبه وفضل يتورث لغايه بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ايه قصه السبع جمرات اللي الحجاج بيرموهم وهم بيحجوا؟ القصه وبكل بساطه وهو ان لما كان سيدنا ابراهيم بينفذ تعليمات ربنا وبيذبح ابنه الوحيد سيدنا اسماعيل، جه ابليس اللي هو الشيطان علشان يوسوس له ويمنع سيدنا ابراهيم ويخليه يتراجع عن اوامر وتعليمات الله. وقتها بقى سيدنا ابراهيم ما مشيش ورا كلام الشيطان، ومسك مجموعه من الحصى وفضل يرجم بيهم الشيطان علشان يمشي من المكان اللي هو بيعمل فيه اوامر الله. ولحد وقتنا هذا رمي الجمرات بقى ركن اساسي من اركان الحج. وبسبب القصه اللي احنا حكيناها دي كلها بقى اصبح اليوم ده عيد عند المسلمين بيحتفلوا بيه كل سنه في كل بقاع الارض. واليوم ده بقى اتسمى بعيد الاضحى نسبه للكبش الاضحيه اللي افتدى بيه سيدنا اسماعيل عليه السلام. وبس كده دي نهايه قصتنا، يا رب تكون عجبتكم، وكل سنه وانتم طيبين بحلول عيد الاضحى المبارك. كان معكم ابراهيم علام في اصل الحكايه، وما يحلى الختام الا بكلمه سلام.